بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وياكم فيصل العراقي من صفحة أفول ديزاين. اليوم راح أقدم لكم درس بسيط وسهل، هو تحويل قسم من الصورة إلى شكل مرسوم بقلم رصاص. بهذا الدرس ما راح أشرح طريقة قص الصور، لأن أكو درس ثاني مسوي خاص بقص الصور. راح أشرح بهذا الدرس فقط طريقة سريعة وبدون استخدام أي فلتر خارجي لتحويل صورة عادية إلى صورة مرسومة بقلم رصاص. نبدأ أول شيء باختيار أي صورة. عندي هذه الصورة، صورة الطير راح استخدمها. وبعدها صورة الإيد والورقة. صورة الإيد والورقة طبعا هذه أنا قصيتها من الإنترنت وراح أرفع لكم إياها، ممكن تحملوها بالتدوينة اللي موجودة على موقعنا afordesignprint.net. أول طريقة راح نسويها إنه صورة الطير هذه تكون دائما بالخلفية، راح نكررها عن طريق كنترول جي مرتين، كنترول جي أو دبليكيت لاير مرة ثانية، دبليكيت لاير. صار عندنا طبقتين من الصور. نحدد الطبقتين بالماوس ونرفعهم أعلى طبقة الورق. احنا حابين إنه هذه الصور تكون متداخلة بصورة المربع، صورة الورقة. فاللي نسويه يعني ندخل الطبقتين هذين داخل المربع، ضغط زر الكيبورد Alt وبالماوس بين الطبقتين. تلاحظون إنه إذا نضغط على الألت راح يتغير شكل الماوس. هذه أول وحدة. تمام، الآن صارت صورتين عندنا متداخلات بالمربع. نبدي بالخطوة الأولى، تحويل الصورة إلى شكل مرسوم بالرصاص. أول خطوة نسويها نضغط على الهيو ساتوريشن. هيو ساتوريشن اللي هي ممكن نتلاعب بها بألوان الصورة. احنا ما راح نلعب بألوان الصورة، فقط راح نحولها إلى أسود وأبيض عن طريق الساتوريشن، نحولها من 0 إلى -100. تلاحظون إن الصورة صارت كلها أسود وأبيض. احنا حابين إنه هذا التأثير يكون بالداخل فقط على صورة الطير اللي موجودة داخل المربع. في نفس الخطوة نضغط على الألت من الكيبورد وبين الطبقتين بالماوس نضغط مرة واحدة. تلاحظون التأثير صار فقط على المربع. الخطوة الثانية، الطبقة الثانية. احنا عندنا طبقتين خاصة بالصورة مال الطير. الطبقة الثانية نحول المود مالتها الخاص من نورمال إلى كولر دوج. بعدها نعكس التأثير عن طريق الضغط على كنترول وآي. الصورة صارت يعني بياض أكثر شيء. حتى نحسن من الصورة نضغط على فلتر بلور، جاسمان بلور. عن طريق هذا الفلتر تلاحظون إنه هذه الصورة الأصلية بدون تحويل فلتر. ممكن نزيده شوية. طبعا التأثير يعتمد على الصورة الأصلية. أنا حبيت أستخدم صورة بها ألوان هواية حتى التأثير يكون مبين وشكله واضح. تلاحظون إن الصورة صارت شبه مرسومة بالرصاص. الدرس سهل، خطوات 3 خطوات يتم التحويل. أهم شيء هي النقطة إنه ندخل الصورة بشكل، هي عن طريق ضغط على Alt بالماوس بين الطبقتين. تلاحظون إنه حتى شكل الماوس يتغير. وبعدها نستخدم الهيو ساتوريشن، نغير الساتوريشن من 0 إلى -100 حتى يكون اللون أسود وأبيض. وهذا درس